بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين كلها أمين. أهلا بيكم في الحلقة السابعة من برنامجكم إيركياك، طيارة التسبيح اللي تحلق بينا عاليا في سماء التسبيح. الحلقة عنوانها شهر التسبيح. هنتكلم عن شهر كياك وإيه سبب تسميته باسم 7 و4 الاسم القديم. تهتم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اهتماما جما شديدا بشهر كياك وبكونه شهر التسبيح، وهو يعد الاحتفال الذي يسبق عيد الميلاد المجيد اللي بيجي في آخر يوم أو اليوم اللي قبل الأخير يوم 29 كياك. ليه تسابيح خاصة تعيشها الكنيسة بلحن كياكي خاص مختلف يشعر فيه المؤمنين إنهم في السماء، يشاركوا الملائكة في تسابيحهم. ليه نغمة مختلفة ومذاق مختلف. يطلق على التسبيحة دي تسبيحة 7 و4. سميت كده ليه؟ زمان كانت التسبيحة الكياكية تتعمل يوم واحد في الأسبوع، يوم السبت بالليل ليلة الحد، ويسهروا للصبح، وكانت تقال فيها 7 سؤوتوكيات. وعلى فكرة كلمة سؤوتوكيات جمع لسؤوتوكية، وكلمة سؤوتوكية جاية من اللفظ ثيوتوكوس وهو تمجيد لوالدة الإله. السؤوتوكيات ال7 دول في منهم سؤوتوكيات أضم وهم الحد والاثنين والثلاث، وسؤوتوكيات واطس وهم الأربع والخميس والجمعة والسبت. السؤوتوكيات الأضام ليها لحن معين، وهي سميت أضام علشان أضام دي أول كلمة في سؤوتوكية يوم الاثنين، اللي هي آدامتف أوي إنم كاهن هي تفتيمات جئب شويس إتستفتف أرشي آدم بينما هو حزين سر الرب أن يرده إلى رئاسته. والتانية الواتس علشان أول كلمة من سؤوتوكية يوم الخميس بيفاتوس تامويسيس نافيرو في فولهيب شافير بيكرموهن خطفو زنبوروكهن جينيفك لادوس، اللي هي العليقة التي رآها موسى في البرية والنار مشتعلة فيها ولم تحترق أغصانها. دول ال7 سؤوتوكيات اللي اتاخد منهم رقم 7، والأربعة اللي هي ال4 هوسات. واحنا عارفين ان هوسات دي جمع هوس. ال4 هوسات دول اللي بنستخدمهم في التسبحة كل يوم، وهوس معناها تسبحة. فال4 هوسات دول الأول والثاني والثالث والرابع دول اللي بيقالوا كل يوم. قبل الهوس في شهر كياك بنقول إبصالية، وبعده بيقال طرح ولبش أي تفسير. وكل الحاجات دي ال7 سؤوتوكيات وال4 هوسات كانت بتتقال في ليلة واحدة، ولكن الأصل أو الصحيح هو توزيعها على الأيام. وده اللي كان بيحصل زمان، هو كان يحدث قديما ورجع تاني لما رجع نشاط لحياة التسبيح، ورجعنا نعمل التسبيحة كل يوم، وقدرنا ان احنا نسهر كمان كل يوم. فبعد ما عودة الحياة والنهضة للتسبيح من جديد رجعنا نقسم التسبيحة التقسيمة الصحيحة. والحقيقة يعني ان التسابيح دي تسابيح روحية جميلة جدا ولها أعماق كثيرة. محتاجين ان احنا نركب طيارة التسبيح علشان ننطلق في التسبيح طول الفترة اللي جاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين كلها آمين.